وبرضه المسؤولين الناس واخدين الرصيف، كل الرصيف في الشوارع، مش عارفين، الناس مش عارفة تمشي أصلا. كل الناس حتى كل محل حاطط لي صندوق زبالة، واللي حاطط لي سلم قدامه عشان يحجز مكان للعربية، ما حدش يركب قدامه. هو واللي عامل لي موقف طوب كاوتش في قلبيه طوب. وادي محل حاطط مصنع طوب قدامه عشان ما حدش يركن. المحل مساحته 3 متر، واخد 10 متر قدامه عشان ما حدش يركن. آه. كل الطريق كده. اه كل الشوارع بقت كده في مصر، كل واحد حاطط لي علب طوب كاوتش. اه كل واحد حاجز مكان قدام محل قدام بيته، محدش يركن. الشوارع بتاعت الناس خلاص، تيجي تركن يقول لك لا. اهو زي ما انتم شايفين المحل عامل ايه. اهو قدام البنك اهو حاطين مصفحات عشان محدش يركن. يعني المفروض نشوف الحي في كل منطقة، الأحياء في كل منطقة، يا ريت تنزل وتشوف المهزلة اللي بتحصل وخناقات. ده كل يوم خناقات بتحصل في الشوارع، وفي ناس بتموت بسبب الركنات. واحد بيركن مكان واحد، يجي يشيلوا الطوبة، بيتخانقوا مع بعض ويموتوا بعض ويعوروا بعض ويروحوا القسم. كل يوم حوادث، كل يوم على كده وخناقات على كده، بسبب الطوب اللي محطوط قدام المحلات والبيوت. عربيات الأكل في نص الشوارع، بيت الأكل في نص الشارع. عربية زي ما انتم شايفين، محل الكهرباء برضو عامل العرض تحت الرصيف، اه دلوقتي ما اعرفش بيعملوا حاجات غريبة، كان في واحد حاطط قاعدة تواليت يحجز بها مكان عربيته، ما لقاش حاجة، جاب قاعدة تواليت والله وحطها. بجيب لكم الصورة وانزلها لكم واحطها لكم. يا ريت المسؤولين في الأحياء يشوفوا الموضوع ده. شكرا.